ياما عدى علينا أيام بنحس إنها جريت مننا خلصت ومن غير ما نعمل أي حاجة ليها قيمة حقيقية. في شرحنا النهاردة هنكتشف مع بعض فلسفة عبقرية من كتاب أرنولد بنت الكلاسيكي، وهنعرف إزاي ممكن نحول كل يوم بنعيشه لفرصة حقيقية للنجاح. بس قبل ما ندخل في الموضوع خلينا كده نقف لحظة ونسأل نفسنا سؤال ممكن تكون إجابته صادمة لكتير مننا. يا ترى إيه هي أكبر كذبة بنقولها لنفسنا وبنصدقها، والكذبة اللي ممكن تكون واقفة بيننا وبين أحلامنا؟ بالظبط كده. هي الجملة دي اللي تبان ببسيطة قوي ما عنديش وقت، لكن الحقيقة إن الجملة دي مش مجرد حجة بنستخبى وراها. لا، دي تعتبر وهم كبير عايشين جواه، سجن بنبنيه بإيدينا وبنفضل محبوسين فيه. طيب عشان نفهم ليه الجملة دي مجرد وهم لازم الأول نستوعب حقيقة أساسية قوي، وهي إن الوقت هو الحاجة الوحيدة، المورد الوحيد اللي توزع علينا كلنا بالتساوي المطلق. يعني فكروا فيها كده، ممكن فلوسنا تختلف، مواهبنا، قدراتنا، كل ده مختلف، بس في حاجة واحدة بس بتخلينا كلنا زي بعض. من أول إيلون ماسك اللي بيحلم يوصل للمريخ لحد أي حد فينا، كلنا بلا استثناء عندنا نفس ال 24 ساعة، لا ثانية زيادة ولا ثانية ناقصة. وده بقى اللي بيخلينا لازم نغير نظرتنا للوقت تماماً. لازم نبطل نعامله كأنه عدو بيجري ورانا، ونبتدي نشوفه على حقيقته، الكنز الحقيقي اللي في إيدينا، العملة الحقيقية للحياة. طب تخيلوا معايا السيناريو كده، لو كل واحد فينا بيصحى الصبح يلاقي هدية رهيبة مستنياه 86,400 عملة ذهب. الرقم ده بالذات 86,400 مش رقم عشوائي خالص. تخيلوا بس كمية القوة والثروة اللي هتكون بين إيدينا كل يوم جديد. بس في شرط صغير وصعب قوي، أي عملة ذهب من دول مش هتستخدمها لحد ما الليل يجي، بتروح عليك، بتختفي للأبد، عمرها ما هترجع تاني. أكيد ساعتها كل واحد فينا هيعمل المستحيل عشان يستغل كل عملة، صح؟ وهنا بقى الفكرة كلها. ال 86,400 عملة ذهب دول هم في الحقيقة عدد الثواني اللي في يومنا، كل يوم. ودول أغلى من الذهب نفسه بمراحل. ليه؟ لأن الذهب لو ضاع ممكن نعوضه، إنما الثانية اللي بتروح خلاص راحت للأبد. وده بقى الفرق الجوهري بين عقليتين مختلفتين تماما. العقلية اللي بتركز على توفير الفلوس ممكن تضيع ساعات عشان توفر كام جنيه، أما بقى العقلية اللي بتركز على قيمة الوقت ممكن جدا تستثمر فلوسها عشان تشتري ساعة من وقتها، لأنها فاهمة كويس قوي إن الساعة دي ممكن تجيب قيمة أكبر بكتير. وده مش كلام نظري، ده اللي بيحصل على أرض الواقع. شوفوا مثلا الملياردير وارن بافيت قال إيه؟ قال: أنا مش اشتريتش طيارة خاصة عشان بحب الطيارات، أنا اشتريتها عشان أوفر وقتي. جملة بتلخص كل حاجة. هو فاهم إن وقته هو أغلى أصل عنده. طيب ممكن حد يسمع كل ده ويقول كلام جميل، بس يومي كله ضايع في الشغل، مفيش وقت أعمل أي حاجة. وهنا بقى بنكشف عن الكنز المدفون، الساعات الذهبية اللي بتيجي بعد ما يوم الشغل بيخلص. تعالوا نحسبها بالورقة والقلم. لو قلنا إن الشغل بياخد حوالي 10 ساعات والنوم 8 ساعات، لسه فاضل 6 ساعات كاملة. 6 ساعات ده وقت مش قليل خالص، ده وقت ملكنا إحنا وبس، بعيد عن أي التزامات شغل. وهنا بتيجي أهم نقطة، الشغل بتاعنا اللي هو من 9 ل5 ده بيعيشنا، بيدفع الفواتير، تمام؟ لكن اللي بيبني المستقبل بجد هو اللي بنعمله في وقتنا الخاص ده من 5 ل9 مثلا، الأول للبقاء والتاني للنمو والازدهار. ولو الإرهاق حجة، خلينا نفتكر قصة بنجامين فرانكلين. الراجل ده كان بيشتغل طول اليوم شغلانة مرهقة جدا كعامل طباعة، بس عمره ما استسلم للتعب. كان بيستغل كل دقيقة في ليله على ضوء شمعة عشان يقرأ ويتعلم ويجرب. الساعات القليلة دي كل يوم هي اللي حولته لواحد من أعظم المخترعين ورجال الدولة في التاريخ. تمام، ممكن ال6 ساعات دول يبانوا كتير وصعب نستغلهم كلهم، والحل مش إننا نستغلهم كلهم فعلاً. السر كله في استثمار يومي صغير بس مستمر. كل اللي محتاجينه عشان نبتدي هو 90 دقيقة بس في اليوم، ساعة ونص مش أكتر. التزام يبان بسيط ومش متعب، بس نتائجه مع الوقت حرفياً بتغير مسار الحياة. ممكن حد يقول 90 دقيقة قليلين، هيعملوا إيه يعني؟ وهنا بقى بيظهر سحر التراكم. ال 90 دقيقة دول كل يوم بيتحولوا بشكل لا يصدق ل 540 ساعة في السنة. 540 ساعة. تخيلوا حجم الإنجاز اللي ممكن يتحقق بالوقت ده. وال 540 ساعة دول مش مجرد رقم في الهواء، دول يترجموا لإيه على أرض الواقع؟ دول معناهم إن الواحد ممكن يقرأ حوالي 35 كتاب يفتحوا مداركه، أو يتعلم أساسيات لغة جديدة تماماً، أو يشتغل على مشروع خاص بيحلم بيه بما يعادل شغل ال3 شهور كاملين. حلو قوي.
عرفنا إزاي نلاقي الوقت. السؤال اللي بعده واللي يمكن أهم، هنستثمر الوقت ده في إيه؟ لأننا لو لقينا الوقت وما حطيناش خطة هيروح حضر برضه. لازم نختار بوعي. خلينا نشبه عقلنا بأرض خصبة. لو سيبنا الأرض دي فاضية وما زرعناش فيها حاجة، هل هتفضل فاضية؟ لا طبعاً، الطبيعة هتتدخل وهتملاها لوحدها بالأعشاب الضارة، الكسل، الأفكار السطحية، الإحباط. عشان كده لازم إحنا اللي نبقى المزارعين ونزرع بإيدينا الحاجات اللي عايزينها تكبر. والفرق واضح جدا بين الاتنين. الأعشاب الضارة بتاعت عصرنا ده هي إيه؟ السكرولينج اللي ملوش نهاية على السوشيال ميديا، ومطاردة الترندات اللي بتيجي وتروح، والمقارنات اللي بتقتل أي إحساس بالرضا. أما بقى البذور الكويسة اللي محتاجين نزرعها بوعي، فهي قراءة كتب مفيدة، التفكير العميق في حياتنا، تعلم مهارة جديدة ليها قيمة، أو حتى مجرد التأمل اللي بيرجع لنا هدوءنا. ودلوقتي بنوصل للنقطة الأخيرة، الخلاصة، الضربة النهائية اللي لازم تهدم آخر حجة عندنا، وهي حجة التسويف. دايماً السؤال ده بيطاردنا، إمتى أنسب وقت أبدأ فيه؟ إمتى هكون جاهز؟ بكرة أو للشهر لما الظروف تتحسن؟ والإجابة قاطعة وما فيهاش نقاش. الوقت المثالي ده مش موجود، ده مجرد وهم بنضحك بيه على نفسنا. مفيش غير وقت واحد بس حقيقي وموجود، هو دلوقتي، اللحظة دي. والبداية أسهل بكتير مما نتخيل. مش محتاجين خطط جبارة، الموضوع كله في 3 خطوات بسيطة. أولاً، نختار هدف واحد بس يكون مهم فعلاً بالنسبة لنا. تانياً، ننسى الساعة ونص ونبدأ ب10 دقايق بس. أيوة، 10 دقايق. تالتاً والأهم، نعمل ده النهاردة مش بكرة. البداية الصغيرة دي هي اللي بتكسر كل الحواجز. وهنا بنوصل للآخر بسؤال مهم قوي هنسيبه مع كل واحد فينا. آخر اليوم لما الواحد يحط دماغه على المخدة، هل هيكون فخور بالطريقة اللي استخدم بيها ال 24 ساعة بتوعه؟ هل استثمرهم صح؟ الإجابة والقرار في إيدينا كلنا.